السلام عليكم أساطير HD أكشن. فيلمنا النهاردة بيتكلم عن مجموعة من النخبة بيستمتعوا باصطياد الناس بطريقة وحشية جدا من أجل التسلية فقط لا غير، لكنهم بيتصدموا ببنت شجاعة بتغير كل حساباتهم للأبد. وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع مجموعة من نخبة العالم اللي معاهم فلوس كتير، وهم بيتكلموا سوا على جروب وبيبقوا زهقانين جدا، لدرجة إن واحد فيهم بيعذب سلحفة بطريقة بشعة جدا. فبتقول واحدة فيهم اسمها أثينا إن الصيد خلاص قرب وهيقدروا يقتلوا شوية ناس بائسة ملهمش لازمة في الحياة. فبتعتب عليها واحدة تانية وبتقول لها إن ما ينفعش يتكلموا عن الصيد والقصر خالص على النت علشان ما يحصلش مشاكل، وبيقفلوا المحادثة. بعدها بنشوف طيارة والمضيفة بتسأل واحد من الركاب على المشروب اللي بيفضله، بس وأثناء ما هي بتصبله بتتصدم إن واحد من الناس المنومين صحي فجأة ومش عارف هو فين، علشان نكتشف إن دول مجموعة النخبة واخدين معاهم على الطيارة الضحايا اللي هيصطادوهم عند القصر. وبيتقدم منهم واحد وبيحاول يتعامل مع الموقف، وبيخلي الراجل يقعد على الأرض وبيستخدم قلم وبيطعنه في رقبته بمنتهى الوحشية، لكن الراجل بيقاوم وبيكسر إزازة علشان يموتهم بيها. وهنا بتظهر واحدة من وراه وبكعب الجزمة وبتغرسه في عينه علشان يقع الراجل على الأرض مش قادر يتحرك، وبتأمرهم يحطوه مع باقي الضحايا في الخلف. وده بيحصل فعلا، وبنلاقي إن معاه مجموعة من الناس نايمين، وبيموت الراجل بسبب الجراح الكبيرة اللي اتعرض لها. بعدها بتصحى واحدة من الضحايا وبقها مربوط ومش عارفة هي فين، وبتاخد بالها إن في واحدة تانية عند البحيرة زيها. لكن الغريب إن البنت دي بتحاول تفك نفسها بمنتهى الهدوء كأنها عارفة اللي بيحصل. وبيتجمع الكل في الساحة وبيشوفوا صندوق قدامهم، فبيتقدم واحد علشان يفتحه، والكل بيبقى خايف أحسن يكون فخ ولا حاجة. لكن الراجل بيكتشف إنه جواه خنزير صغير ومجموعة كبيرة من الأسلحة، وبسرعة بيجروا علشان يسلحوا نفسهم. والبنت بتشوف ورقة فيها مفتاح القيود بتاعتهم، وبتبدأ تساعد الباقيين إنهم يشيلوا القيود. وبيديها واحد اسمه دون مسدس علشان تدافع عن نفسها رغم ان عمرها ما استخدمت سلاح. فبيطمنها واحد تاني وبيوريها ازاي تطلق النار، لكن فجأة بيلاقوا الضرب جاي عليهم من كل حتة ومحدش فاهم حاجة. والبنت اللي لسه واخده المسدس بتيجي طلقه في دماغها وبتنفجر تماما. وبتحاول واحده انها تجري، لكن بتقع في فخ وبتتغرس في سياخ حديد بطريقه بشعه، بس بيجي واحد وبيقدر يطلعها وبيكملوا الطريق مع بعض. وللاسف بيدوسوا على الغام وبينفجروا هما الاتنين، علشان نلاقي البنت وقعت تاني على السياخ وخدت مسدس من واحد وقتلت نفسها علشان ترتاح من العذاب بعد ما فقدت اطرافها. وبيجري الراجل لحد ما بيوصل للسياج، وبينضم له 3 كمان وبيعدوا على السياج بسرعه على امل انهم يهربوا من المكان المخيف ده. وبيفهموا ان اللي هم فيه ده الموضوع اللي انتشر على النت من فترة، وكان بيتكلم على مجموعة من النخبة بيصطادوا الناس من اجل المتعة بس. وواحد فيهم بياخد سهم فبيقرر يقف ويعطل اللي بيضربه لحد ما زمايله يهربوا، وللأسف بيموت. وبيجري ال3 المتبقيين لمحطة وقود شافوها على الطريق، وبيبقى في راجل و6 عواجيز بيفتكروا انهم جايين يسرقوهم، لكن الراجل بيفهمهم انهم اتعرضوا للاختطاف وبيسألهم هم فين. فبترد الست وبتقول انهم في ولاية أركانساس، فبيستغربوا لان كل واحد فيهم تم اختطافه من ولاية مختلفة. وبياخد الراجل التليفون وبيتصل على الشرطة وبيحكي لهم اللي بيحصل، وبيطلب منهم يتتبعوا التليفون اللي بيتكلموا منه وبييجوا ينقذوهم بسرعة. فبيطلب منه الشرطي ما يتحركش من مكانه لحد ما يوصل، لكن الراجل بيحس ان في حاجة مش مظبوطة. وفجأة البنت اللي معاهم كلت حاجة من المكان وبدأت تحس بالاختناق وبتقع على الأرض. وهنا بيلاقوا العواجيز لابسين أقنعة غاز وبيرموا عليهم قنابل غاز، ولما واحد بيتحرك بيمسك العجوز بندقية وبيضربه. وبعد ما بيتأكدوا ان ال3 ماتوا بيحطوهم في غرفة في المكان ولا كأن حصل حاجة. وبتتواصل أثينا مع العجوزة وبتقول لها ان كريستال جاية دلوقتي ناحيتهم ومش معاها سلاح، فهيقدروا يستمتعوا بيها زي ما هم عايزين، علشان نفهم ان محطة الوقود والناس اللي فيها تبع النخبة اللي بقيادة أثينا. وبعد شوية بتوصل كريستال للمكان فعلا، لكنها بتبقى حذرة جدا في التعامل وبتسأل هم في ولاية ايه. ولما بتقول لها الست انهم في ولاية أركانساس بتديها كريستال فلوس علشان تشتري سجاير. واول ما بترجع لها العجوزة باقي بتضربها كريستال وبتنط تاخد البندقية وبتقتل العجوز. وبعدها بتقول للست ان السجاير في أركانساس مش بالسعر ده وبتقتلها هي كمان. وبتشوف الجثث ال3 في الغرفة، فبتاخد البندقية وبتطلع تستعد للي جاي. وبتلاقي عربية، بس قبل ما
ولما بتفكر تركبها بتكتشف إن فيها خيوط متوصلة بقنبلة أول ما بتفتح الباب تنفجر على طول. فبتاخد اللاسلكي اللي كان مع العجوزة وبتروح تستخبى وبتسمع أثينا واللي معاها وهم بيتكلموا وبيبعتوا طيارة آلية تشوف الوضع، لكن فجأة حد بيضرب الطيارة الآلية وبيدمرها. وهنا أثينا بتقلق وبتقفل الخط اللي بيتواصلوا بيه مع بعض لأن ممكن يكون حد سامعهم دلوقتي. وبيظهر راجل اسمه جاري وبيكسر باقي الطيارة وبيفكر يركب العربية، لكن كريستال بتلحقه بسرعة قبل ما يموت نفسه، وبتفهم إنه من ضمن الضحايا اللي بيتم اصطيادهم وبتقرر إنها تتحرك معاه. وأثناء ما هم ماشيين بنعرف إن جاري كتب مقالات كتير عن موضوع النخبة واصطيادهم للبشر على سبيل الترفيه والمتعة. وفجأة بيشوفوا قطر بضايع جاي فبيطلعوا يجروا بسرعة علشان يركبوا فيه، وكريستال بتساعد جاري اللي على آخر لحظة ما كانش هيقدر يركب. بس أول ما بيدخلوا بيسمعوا صوت وبيستعدوا، فبيلاقوا مجموعة من اللاجئين بيتكلموا معاهم، بس جاري بيتعصب جدا وبيقول إن أكيد دول تبع النخبة أو جزء منهم وبيبقى عايز يضربهم بالنار. لكن فجأة القطر بيقف والكل بيستخبى، وهنا الجيش بيبقى موجود وبينزلهم كلهم من القطر وبيفتشهم. وبيحاول جاري يقول لهم إنه أمريكي والناس اللاجئين دول تبع النخبة، لكنهم مش بيفهموا لغته. وهنا بيتكلم زعيم اللاجئين مع جاري وبيقول له إنه هيديله فرصة يهرب الأول قبل ما يصطادوه لو فضل ساكت. وهنا بتتأكد مخاوف جاري وبيقرر يهجم عليه وبيلاقي معاه قنابل، فبياخد واحدة بيحطها في بنطلون الراجل وبيطلعوا يجروا كلهم والقنبلة بتنفجر وبتدمر واحد من النخبة. بعدها بيقرر الجيش ياخدهم معاه للمعسكر علشان يعرفوا حكايتهم. وبتقعد كريستال مع الضابط وبتقول له إنها اتخدرت وهي بتاكل في أحد المطاعم وصحيت لقت نفسها هنا، ومن كل اللي شافته لحد دلوقتي فهمت إنها في كرواتيا. فبيبعت الضابط يجيب واحد هرب لهنا، وبيطلع إنه دون اللي كان معاها أول ما فتحوا الصندوق وقدر إنه يهرب. وبيطلعوا يتكلموا شوية مع بعض، لكن كريستال ما بتكونش عايزة تتكلم خالص. وبيظهر مسؤول من السفارة الأمريكية جاي علشان ياخدهم معاه السفارة وبيفرحوا جدا. وبتتحرك كريستال ودون معاه، لكن كريستال ما بتبقاش مرتاحة، خصوصا إن المسؤول بدأ يتكلم عن أسباب النخبة في اصطياد الناس وشبه متعاطف معاهم. وهنا بتفهم كريستال الفخ اللي هم فيه وبتضرب المسؤول وبترميه من العربية وبترجع تدوس على دماغه علشان يموت تماما. دون بيفضل يزعق معاها على اللي عملته، لكنه بيسكت لما بيلاقي في شنطة العربية جثة جاري وهو واخد سكينة في رقبته، وبيبقى عايز ياخد العربية ويهرب مع كريستال طالما الفرصة تسمح. لكن كريستال بتحكي له حكاية فيما معناها إنهم ما ينفعش يستسلموا للظلم مهما حصل، وإنهم لازم يحاولوا على قد ما يقدروا يطلعوا كسبانين من الحرب دي. وكمان في خريطة للمكان اللي فيه أتباع أثينا، وده اللي كان هيوديهم ليه المسؤول المزيف، فبيقدروا دلوقتي يروحوا للمكان ده ويكملوا اللي بدأوه. في الوقت ده النخبة بيبقوا قاعدين في المخبأ بتاعهم ومستنين المسؤول يجيب كريستال ودون علشان يستمتعوا بيهم شوية وبعدها يقتلوهم. وبيطلع واحد منهم يدخل الحمام، لكنه بيلاقي دون قدامه شايل الخنزير بتاعهم، وبتيجي كريستال من وراه وبتذبحه، وبيرموا الخنزير على المخبأ والكل بيبدأ يخاف وبيضربوا النار على الخنزير لحد ما بيموت. وقبل ما حد بيستعد بتظهر كريستال وبتضرب النار على واحد وبتفجر دماغه، وبتبدأ تقتل فيهم واحد ورا التاني بمنتهى القوة. وبيبان إن محدش فيهم خبير أسلحة غير جندي سابق هو اللي بيدربهم، وده كريستال بتقدر تتعامل معاه وبتديله طلقة فبيقع على الأرض. وبتهجم بعدها على البنت اللي بتستخدم السهام وبتغرس السهم في بطنها، ولما بيقوم الجندي يضربها وبيحاول يقتلها بتضربه كريستال بكل قوة ومهارة، وبتاخد حديد وبتنزل عليه بالضرب لحد ما خلاص ما بيكونش قادر يتحرك نهائي. وهنا بيدخل دون بعد ما كريستال قتلتهم كلهم، وبيسأل البنت صاحبة السهام ليه بيعملوا كده، فبتقول له انهم بيعملوا كده لانهم بيستمتعوا بيه، فبتديها كريستال طلقة في دماغها فورا. بس فجأة اللاسلكي بيشتغل وأثينا بتسأل دون هل قدر يخلص على كريستال ولا لسه. وهنا بتقلق كريستال وبيرفعوا السلاح على بعض، وبيحاول دون يفهمها انه ما يعرفش مين اللي بيتكلم اصلا، لكنها بتطلب منه يسيب السلاح والا هتقتله. وأثينا بتطلب منه يضرب النار، لكن قبل ما يعمل كده كريستال بتخلص عليه فورا، وبتقول لأثينا انها قتلت كل اتباعها. فبتقول لها أثينا ان جه الوقت علشان يتقابلوا هما الاتنين، فبتقعد كريستال جنب الجندي وبتلوم عليه علشان بيعلم الحثالة دول ازاي يقتلوا البشر، لكنه بيقول لها انه كان مجبر علشان مديون بخدمة لأثينا. ولما بتسأله عن مكان أثينا بيرفض يتكلم، فبتضغط على الجرح بتاعه بقوة لحد ما بيقول لها مكان القصر الضخم بتاع أثينا، لكنه بيأكد لها انه ما يعرفش ايه اللي مستنيها هناك. وكمان أثينا كانت بتتدرب لمدة 8 شهور وأكيد هتموتها. وبنعرف إن كريستال خدمت في الجيش، وده السبب في مهاراتها القتالية العالية واستخدام كل أنواع الأسلحة ببراعة. وبعدها بتقتل الجندي وبتتحرك على قصر أثينا، بس
بس قبل الموضوع ده بسنة كاملة في شركة أثينا بيبقى فيه مشكلة كبيرة لما بيقول لها المساعد بتاعها إن تم اختراق حساب واحد من صحابها والرسائل والإيميلات بتاعته كلها اتسربت. وأهم الرسائل دي كانت محادثة جماعية وقالت أثينا فيها إن الصيد قرب وهيستمتعوا بقتل الناس البائسة في القصر بتاعها. وبيأكد لها إن الموضوع انتشر على نطاق واسع جدا وده سبب المشاكل للشركة، وبيعرفها إن تم عزلها من منصب مدير الشركة. بس اللي بيبقى فارق مع أثينا هي إنها تعرف مين اللي كتب المقالات دي على النت وسوق سمعتها. ولما بتعرف بتجتمع مع زمايلها من النخبة وبيفضلوا يقلبوا في صور الناس اللي اتكلموا عن موضوع الصيد على النت وبيحددوهم كأهداف ليهم في القصر. والعملية بتبقى إنهم يخطفوهم ويصحوا في الغابة اللي عند القصر ويبدأوا يصطادوهم واحد ورا التاني لحد ما بتظهر على الشاشة صورة كريستال اللي نزلت مقال بتهاجم فيه أثينا بشراسة وبتشتمها، وده بيخلي أثينا تحقد عليها أكتر وبتبقى عايزة تستمتع بقتلها بأي طريقة. نرجع بقى لكريستال بعد ما وصلت للقصر وبتكلمها أثينا في المايك وبتعرفها إن في متفجرات تحت رجليها وممكن تقتلها دلوقتي حالا، بس مفيش متعة في كده، وبتطلب منها تسيب الأسلحة اللي معاها لو عايزة تدخل. فبتضطر كريستال تسمع كلامها وبالفعل أثينا بتفتح لها البوابات وبتتكلم أثينا معاها وبتفهمها إنها عارفة كل حاجة عنها وإن أبوها كان مدمن ومات وأمها ماتت بعديه بجرعة زيادة، وبتأكد لها إن اللي عملته على النت كان غلط لأن أثينا واللي معاها ما بيعملوش حاجة غلط، وإنهم رتبوا موضوع الصيد ده لما كريستال واللي زيها فضلوا يتكلموا عن الموضوع فقرروا إنهم يحولوه لحقيقة. بس كريستال بتقول لها إنهم بيعملوا كده فعلا والقصر موجود وكل حاجة زي ما انتشرت، وبتصدمها إنها مش كريستال اللي هي عايزاها، وبتعرفها إن في واحدة اسمها كريستال تانية في القرية بتاعتها وأثينا اتلخبطت بين الاتنين وجابتها هي. بس أثينا بترفض تصدق إنها غلطت الغلطة الغبية دي وبيبدأ القتال بينهم. بتمسك كريستال سكينة وبتحاول تقتل أثينا، لكن فعلا أثينا كانت بتتمرن كتير وبتقدر إنها تقاومها وبترد لها الضربات بشكل قوي جدا. بس بتبدأ أثينا تحس إن كريستال قوية فعلا ومش هتقدر تقتلها، فبتاخد بندقية وبتطلع وراها وبيضربوا بعض هما الاتنين بالبندقية. فبتنط كريستال تمسك في حبل لكنه بيقع بيها على الأرض، وبتنزل وراها أثينا وبتمسك أداة حادة وبتقدر إنها تطعن كريستال أكتر من مرة وخلاص فاكرة إنها انتصرت. لكن كريستال بتحضنها وبتغرس السكينة في بطنها هي كمان علشان يقعوا الاتنين على الأرض وهم غرقانين في دمهم وخلاص بيموتوا. وهنا بتسألها أثينا إذا كانت فعلا هي كريستال اللي نشرت المقال ولا لأ، بس كريستال بتعرفها إنها خطفت البنت الغلط وبتموت بعدها أثينا متأثرة بجراحها. وبتتحامل كريستال على نفسها وبتقوم وبتعالج الجروح اللي اتعرضت ليها وبتلبس فستان من بتوع أثينا وبتروح الطيارة ومعاها مسدس، وبتعرف الطيار والمضيفة إنها قتلتهم كلهم لأنهم حاولوا يقتلوها، وطبعا بيخافوا وبيقرروا يتحركوا بالطيارة للمكان اللي كريستال عايزاه. وبتقعد بعدها كريستال مع المضيفة وبتخليها تاكل وتشرب معاها، ولما بتسألها المضيفة عن القتل اللي عملته بتقول لها كريستال إنه كان ممتع جدا. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة يا أسطورة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD أكشن.